السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مستغرب من بعض الممثلين اليمنيين من أول ما جرحت في غزة من قبل 9 أشهر إلى اليوم ما فعل حتى منشور تضامنا مع أبناء غزة، منشور يدعو إلى مقاطعة منتجات العدو، منشور يحرض الناس الخروج يوم الجمعة مسيرات من أجل أبناء غزة. ليش ساكتين يا ممثلين يا مشاهير اليمن؟ الممثلين ليش ما تتكلموا؟ خايفين شركة بوليود تلغي العقود الذي معكم؟ خايفين عندما تتكلموا الشركات البريطانية والأمريكية الذي متعاقدة معاكم من أجل تفعلوا لها مسلسلات وأفلام تلغي العقود؟ بتمثلوا دين، خايفين على ايش؟ تكلموا. في ناس ما يستمعوش مني، يمكن يستمعوا منك. في ناس يمكن ما يستمعوش منك، يستمعوا من الممثل فلان. في ناس ما يستمعوش من هذا، يستمعوا من المشهور فلان. فالكل يتحرك، فالكل يحس بالمسؤولية، يحس بمعاناة أبناء غزة ويتكلم. تلقاه في التيك توك 13 ساعة بث مباشر، 13 ساعة وهو بيفحر علشان يوقع له أسد. كبسوا، شيروا البث، كبسوا. أين الأسد؟ أين الهوهو؟ وما كلف نفسه يفعل منشور لغزة تضامنا معاهم يدعو إلى مقاطعة منتجات العدو. هؤلاء الممثلين اليمنيين الذي بيمثلوا مسلسلات سامجة تافهة ويجلس 6 أشهر وهو بيمثل مسلسل بين البرد بين الشمس وفي الأخير مسلسل سامج. 6 أشهر بيتعب ويسير ويجي ويرقد في الشارع ما كلفت نفسك تفعل منشور. أنا أدعو جميع أبناء الشعب اليمني، أي شخص مشهور أو ممثل ما تضامنش مع القضية الفلسطينية الغوا الاشتراك، الغوا الإعجابات، فعلوا له ديسلايك، احضروه، اخرجوا من قنواتهم، خلوهم يجلسوا لحالهم ساعة الكلاب. هذا لا يشرفكم أنكم تشتركوا معه أو تتابعوا. هذا نذل. باع القضية الفلسطينية، يبيع أمه. الذي يبيع القضية الفلسطينية أقسم بالله لا يبيع أمه. هذا الغوا متابعاتهم، الغوا حتى أصحابهم الذي يعرفون، لا تسايروهمش. هؤلاء أنذال، هؤلاء حقراء، هؤلاء طراطير، فلتوهم لا تصاحبهم. باعوا أعظم قضية، ما يبيعوكمش. هؤلاء يبيعوكم بقلص شاي. هؤلاء اتركوهم، هؤلاء فلتوا لهم. هؤلاء ما أحبش الله بأن يكون لهم موقف مشرف. وثاني شيء الممثلين والمشاهير حق العرب، السعودية ومصر وسوريا ولبنان، معاكم متابعين ومحبين بالملايين. لو تفعل فيديو وتقول قاطعوا بيبسي، أقل شيء 1,000,000 يقاطعوا هذا البيبس. لو تفعل فيديو وتقول قاطعوا كنتاكي، 1,000,000 2 مليون يقاطعوا كنتاكي. ليش ما تفعلوا فيديوهات مقاطعة منتجات العدو؟ ما تقدرش تفعل فيديو، الحكومة تعنقلك من إذنك، منشور، أقل شيء منشور تدعو إلى مقاطعة المنتجات. ما تقدرش تفعل منشور، انتحر، موت. الموت أشرف لك. ما تقدرش حتى تعبر عن ما داخلك إن كنت صادق. ما تقدرش تعبر عن ما داخلك، عايش ليش؟ ما تقدرش تفعل منشور، الموت أشرف لك. معاكم متابعين، معاكم محبين، معاكم كلمة منكم تدمر العدو، كلمة منكم تهلك العدو اقتصاديا، كلمة. صامتين ليش؟ قبحكم الله. أنتم أصبحتوا مؤثرين أكثر من المشايخ والعلماء الذي فوق المنابر. الناس بيصدقوهم ويتبعوكم أكثر من المشايخ. لو تفعل فيديو قاطعوا ولا خرجوا مسيرة، والله لا يخرجوا ولا يهبوا. صامتين ليش؟ يا من بتهموا الدنيا وخايفين على مصالحكم. الأجانب الغرب معتصمين في الجامعات من أجل غزة،
فصلوهم من الجامعات، قالوا طز من أجل غزة. يعني بيدرسوا في الجامعة، قدوا سنة رابعة سنة سادسة بيدرس في الجامعة، فصلوه، دمروا مستقبله، قال عادي طز من أجل غزة. قالوا ما نقدرش ندرس وإحنا بنشوف ما بيحصل في غزة، ما نقدرش، طز يحبسونا يفصلونا. غرب أجانب معتصمين وثابتين وصامدين، ومشاهير العرب بيتكتكوا، بينزلوا حالات. أنا اليوم مع فلان، أنا اليوم كنت في التيك توك، في الانستغرام، في بيتصعلقوا ويتمفرغوا ايش هذا النذال الذي فيكم؟ يرجع الغرب، الأجانب، الغرب هؤلاء الأجانب فعلوا حملة مقاطعة المشاهير والممثلين الذي ما تضامنش مع القضية الفلسطينية. الغرب، وإحنا العرب قضيتنا فلسطين، قضيتنا تركناه خذلناه، رجع الغرب واقف مع فلسطين أكثر مننا. يا عارا يا عارا يا عارا يا مشاهير ويا ممثلين العرب،